فيلمنا بيبدأ مع شخص بيصحى من النوم وبيلاقي نفسه محبوس في أوضة على شكل مكعب، وبيبدأ يستكشف المكان من حواليه. فبيكتشف إن المكعب ده ليه 6 أبواب عبارة عن مخارج ل6 مكعبات تانية، وبيفتح واحد من المخارج دي وبينط في المكعب التاني. لكن فجأة بيظهر إن المكعب فيه فخ اللي بيكون عبارة عن شبكة من الحديد بتخبط في الشخص ده وبتقطعه لأجزاء صغيرة. وفي نفس الوقت وفي مكعب تاني بيفوق واحد اسمه كوينتون، وبيبدأ إنه ينتقل بين المكعبات بحذر لحد ما بيلاقي مكعب جواه شخص فاقد الوعي، وبيعرف من الاسم المطبوع على هدومه إن اسمه ديفيد، وبيحاول إنه يفوقه. وبعدها بيتفاجئ إن واحد من المخارج دي بيتفتح وبيلاقي ست بتبص عليهم، فبيستخبى كوينتو وبيشدها وبيوقعها على الأرض، وبيشك إن هي اللي عملت فيهم كده. بيكون على وشك إنه يقتلها لكنه بيلاقيها خايفة زيهم بالظبط، فبيستنتج إنها مجرد سجينة، فبيهديها وبيطمنها إنه مش هيأذيها. وبنعرف بعدين إنها دكتورة واسمها هيلين. وفجأة بيسمعوا صوت واحدة بتعيط، وعن طريق تحديد مصدر الصوت بيعرفوا المكعب اللي هي فيه، فبيفتحوا المخرج وبيدخلوها. وبتكون شابة مراهقة واسمها إليفن، وبتبقى مرعوبة جدا ومش فاهمة أي حاجة. وفجأة بيتفتح المخرج اللي في السقف الأوضة وبيدخل عليهم الشخص الخامس واللي بيكون اسمه رين. فبتوجه رين كلامها لكوينتين وبتسأله عن السبب اللي بيخليه يتنقل بحذر من المكعبات. فبيقول إنه اكتشف وجود فخاخ في المكعبات معينة، وبتكون إليفن مرعوبة من اللي بيحصل. وبيلاحظ كوينتون إن النضارة بتاعتها واقعة، فبيديها لها وبيهديها وبيطمنها إنه شرطي وإنه مش هيسيبها غير لما يخرجها من المكان ده. وبيظهر عليهم كل علامات الخوف باستثناء ديفيد اللي بيكون هادي جدا وكأنه يعرف حاجة ومخبيها. وبتروح هيلين تطمن عليه وتكتشف إنه مصاب في راسه، ولكنها بتبقى إصابة خفيفة. أما ريم فبيبقى مش مركز معاهم، وبيبدأ إنه يفتح المخارج اللي حواليهم وبيستخدم الجزمة بتاعته وبيرميها في الأوضة قبل ما يدخلها علشان يتأكد إذا كان فيها فخ ولا لأ. وفعلا بتتحرق الجزمة، فبيستنتجوا إن الأوضة دي فيها مستشعر حركة. وبيهديهم كوينتين وبيسألهم إنهم دخلوا المكان ده إزاي، لكن محدش فيهم بيكون فاكر. وبيظهر إنهم كانوا بيمارسوا حياتهم العادية بشكل طبيعي، وفجأة صحوا في المكان ده، وبيكونوا طول الوقت سامعين صوت حاجة بتتحرك خارج المكعب اللي هما فيه، لكن مش عارفين هي ايه دي. وبتقترح إليفن إنهم هيفضلوا في مكانهم لحد ما يجي حد ينقذهم، لكن ديفيد بيقول إن مفيش حد هيجي. وبيبدأ كوينتين يفكر ويخمن إن المكان ده عبارة عن متاهة ليها مخرج واحد بس، وإنهم لو قدروا يمشوا في المكعبات الصحيحة هيوصلوا للمخرج ده. وبيقرروا ينفذوا فكرة رينو، وهي إنهم يختبروا الغرف عن طريق الجزم بتاعتهم. وفي طريقهم للخروج من المكعب اللي هم فيه بتلاحظ ليفن إن عند كل مخرج فيه رمز معين مكون من 9 أرقام، وبيخمنوا إنه بيمثل رقم الغرفة أو المكعب، ولكنه بيكون رقم كبير جدا. وده معناه إن عدد المكعبات في المتاهة دي أكتر من 400 ألف مكعب. فبتتمنى هي إن تخمينها يكون غلط، وده لأنهم مش هيقدروا يعيشوا بدون أكل وشرب بالكتير 3 أيام، واللي بتكون مدة غير كافية جدا عشان يستكشفوا كل المكعبات دي. وبيكتشف إن ري بيستخدم حيلة ذكية، وإنه بيمص الزرار بتاعه عشان يفضل محتفظ باللعاب بتاعه أطول وقت ممكن. فبيقرروا يعملوا زيه، وبعدها بيتحركوا المكعب اللي بعده. وبالرغم من ان الجزمة مش بيحصل لها حاجة، لكن ريم بيرفض يخليهم يدخلوا، وبيقول ان الغرفة دي هواها جاف، وده معناه ان جواها مستشعر كيميائي بيكتشف اجسام الكائنات الحية بس. فبينبهروا بذكائه، وبيركز كوانتم في اسمه، فبيكتشف انه مجرم محترف وانه هرب من السجن اكتر من مرة باستخدام ذكائه. فبيطمنوا الاربعة انهم في امان معاه، وبيقولوا انه بيساعدهم بس لانه محتاج اكبر عدد من الجزم، مش عشان خايف عليهم يعني ولا حاجة. وأثناء ما هو بيتكلم بينط المكعب اللي جنبه، لكن فجأة بتخرج مادة سامة، فبيحاولوا يرجعوه بسرعة للأوضة بتاعتهم ويحاولوا ينقذوه، لكن جسمه بيبدأ في التآكل لحد ما بيموت. وبيتصدموا الأربعة الباقيين وبيخافوا، وبيستنتجوا إن اللي حط الفخاخ دي حد أذكى منهم كلهم. وبيحسوا الأربعة باليأس، وبيكون نفسهم يعرفوا سبب وجودهم في المكان ده، وبيكونوا متأكدين إن الشخص فيهم كل له وظيفة معينة، وإنهم لازم يتعاونوا مع بعض عشان يخرجوا من المتاهة دي. وبيكون كوينتون عارف إنه يكون شرطي دي حاجة بتميزه، وإن موهبة هيلين إنها دكتورة وتقدر تنقذ أي شخص فيهم في حالة إنه تعرض للإصابة. وبيكون عايز يعرف موهبة ليفن، لكنها بتقول إنها مجرد بنت عادية ومعندهاش أي مميزات. فبيسأل ديفيد واللي بيقوله إنه موظف عادي وبرضه معندوش أي موهبة. وأثناء ما هما بيتكلموا بيلاحظوا إن كل متعلقاتهم الشخصية اتاخدت باستثناء نضارة ليفن، فبيستنتج كوينت منها تفيدهم بحاجة. بيخمن إن الحاجات دي ليها علاقة بالأرقام اللي عند كل مخرج، وبيطلب من ليفن تركز في الأرقام دي كويس، يمكن تعرف حاجة. وبتكتشف ليفن إن كل الغرف اللي بدون فخاخ كانت بأعداد غير أولية، وكده تكون عرفنا إن موهبة ليفن هي الحسابات والأرقام بشكل عام. وعلشان يتأكدوا من كلامها بيرموا الجزمة اللي معاهم في أوضة برقم غير أولي، وبيكتشفوا إن فعلا مفيهاش فخ، وبيعتمدوا على كلامه وبيبدأوا إنهم يتحركوا بين المكعبات.
لكنها بتحتاج وقت طويل جدا عشان تتأكد إذا كانت رقم الغرفة ده أولي ولا لأ. وبيحاول كوينتون يستغل الوقت ده، فبيتكلموا مع نفسه كده، بيقول إن عنده 3 ولاد وإن زوجته انفصلت عنهم. وبيلاحظ كوينتون ديفيد رافض يتعاون معاهم، فبيبدأ يشك فيه وبيوصله لأوضة معينة، لكن بيعرفوا من أرقام الغرف اللي حواليها إن كلها مفخخة. وبيكون قد ما همش غير إنهم يشوفوا رقم الغرفة اللي في السقف. وبيستخدم كوينتون لياقته البدنية وبيطلع يشوفها، وبمجرد ما بيفتح المخرج بيها عليهم شاب، بيكتشفوا إن اسمه كذا وإنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، فبيحس إنه هيكون حمل عليهم وبيتضايقوا جدا. ولكن ليفين بترفض إنهم يتخلوا عنه، وبتبدأ تتعامل معاه بمنتهى الهدوء علشان يوافق ويسمعوا كلامها. وبيوصلوا لأوضة معينة وبينط كوينتد أول واحد، لكن فجأة بيلاحظ إن في حاجة حواليه، وبيكتشف إن الأوضة مفخخة جوه الفخ، لكن بيستخدم ذكائه وبيقدر يخرج من الفخ ده، ومع ذلك بيتصاب في رجليه إصابة خفيفة. فبتربط له هيلين الجرح عشان يكملوا مهمتهم. وبيظهر إن كذا بيخاف من صوتهم العالي، وبدأ إنه يتعصب عليه كوينتون، وبيأمرهم يسكتوا بأي طريقة، وبيكون لسه في المكعب اللي قبلهم. فبيروح ديفيد اللي عنده وبيحاول إنه يهديه، وبيستغل الوقت ده وبيكلم كوينتون البنتين وبيقول لهم إنه شاكك في ديفيد، وده لأنه ساكت طول الوقت، وبيخمن إنه جاسوس وإن ليه علاقة بكل اللي حصل، وبيكون واثق من كلامه، وده لأنه بيعرف يقرا الناس كويس. بس البنتين بيكونوا مش مقتنعين بالكلام، وبيرجع ديفيد ومعاه كذا بعد ما قدر إنه يهديه، وبيستنتجوا الأربعة إن موضوع الأرقام معقد أكتر ما هما كانوا فاكرين. وبيبدأ كوينتون وديفيد إنهم يتخانقوا، وكوينتون بينط في أول أوضة من اللي جنبهم، فبيرفض ديفيد، وده اللي بيخلي كوينتون يشك فيه أكتر. فبيرد عليه ديفيد فبيقوله إن كل محاولاتهم دي هتفشل لأن مفيش طريقة للخروج أصلا. فبيستنتجوا الأربعة إنه يعرف حاجة، وبيجيب رون يتكلم، فبيضطر ديفيد إنه يعترف، وبيقوله إنه كان من ضمن المهندسين اللي بنوا غلاف المكعب الكبير، ولكنهم كانوا عايزين في مكتب لوحده، عشان كده معرفش أي تفاصيل عن المشروع ده ولا عن سبب حبسه من جواه، وكمان ما يعرفش أي حاجة عن الأرقام ولا معناها. وبيكمل كلامه وبيقول إنه حتى ما يعرفش مين صاحب المشروع ده، وإنه كان بيضطر ينفذ الأوامر بدون ما يعرف أي تفاصيل. فبيتعصب كوينتون عليه وبيبدأ إن هو يضربه، لكن إليفين بتهديه وبتقوله إنه الوحيد اللي يعرف حاجات كتير عن المبنى ده وممكن يساعدهم في الخروج. وبتبدأ إليفين تتكلم مع ديفيد وبتعرف منه أبعاد المبنى من بره، وعن طريق معرفتها بأبعاده بتقدر تحدد الغرف تقريبية، وبتستنتج إن الرقم الموجود على كل أوضة عبارة عن إحداثيات تساعدهم يعرفوا مكانهم فين في المكعب الكبير. وبتقدر تعرف إنهم على بعد 7 غرف من حافة المبنى، وبيكون معندهمش حل تاني غير إنهم يمشوا وراها. وبيكون كوينتون عايز ديفيد هو اللي يدخل الأوضة الأول، وده لأنه أقل فايدة فيهم، ولو مات مش هيخسروا حاجة. لكن إيلين بترفض وبتقول إن العدل إنهم يمشوا بالدور. وبيوصلوا غرفة معينة وبتكون ليفي مستغربة أحداثيتها، وده لأن أرقامها بتقول إنها خارج المكعب أصلا. وبيدخلوها وبيكتشفوا إن كل الغرف اللي حواليها مفخخة، فبيبدأوا يدوروا على أسهل فخ فيهم، وبيلاقوا فخ منهم بيشتغل بالصوت. وبيقول كوينتون خايف من كذا، وبيقولوا إنهم لازم يحبسوه في غرفة ويسيبوه، ده لأنه مش هيقدر يعدي من الفخاخ بتاعتهم. لكن ليفين بترفض برضه، تشرح لهم خطورة الموقف، وبيقول وراه ما يتكلمش، وبدأوا يعدوا من الفخاخ دي لحد ما يجي دور على كوينتون، واللي بيكون آخر واحد فيهم. وبيضحك بالغلط الشاب ده وبيسيب بسببه كوينتون بيكون على وشك إنه يموت، لكنه بيهرب من الفخ على آخر لحظة. وبيحاول كوينتون إنه يضرب كذا، لكن ليفين بتتدخل وبتدافع عنه، فبيبدأ كوينتون وهيلين يتخانقوا، وبيلاحظوا إن كوينتون شخص عصبي ومش بيقدر يتحكم في نفسه. فبتقول هيلين إن طبيعي زوجته تتخلى عنه، وبتعصب كوينتون من كلامها وبيضربها بالقلم. وبعدها ديفيد بيفتح المخرج عليه الدور، بيكتشفوا انهم وصلوا لحافة المبنى، ولكنهم بيبقوا على ارتفاع عالي جدا ومفيش اي وسيلة للنزول. فبتتطوع هيلين انها تخرج تستكشف المكان، وبيقلع كل واحد هدومه وبيعملوا بيها حبل، وبتمسك هيلين في طرف الحبل وبتخرج تستكشف المكان، وبيمسك الباقيين بالطرف التاني عشان يحموها. وبتبدأ هيلين تتحرك بحرص، وبتبدأ انها تدور على اي حاجة تساعدهم، لكنها اثناء ما بتتحرك بيفلت الحبل من ايديهم، وبتكون هيلين على وشك الموت انها تقع. وبيقدر كوينتون يمسك الحبل على اخر لحظة، وبيفضل ماسك ايده، لكن بيقرر انه يسيبها تقع تموت. وبيقول للباقيين انه ما قدرش يمسكها، وبيمثل انه مصدوم ومتضايق بسبب اللي حصل. وبتتعب ليفين جدا وبتقول انها مش قادرة تفكر، فبيقرر كوينتون انهم يناموا شوية. واثناء ما هم نايمين بيظهر ان الغرفة بتتحرك من مكانها، لكنهم مش بيحسوا بحاجة. وبتفوق ليفين وبتكتشف ان كوينتون شالها وخدها لأوضة تانية جنبهم، وبيكون عايز انه يتحرش بيها، لكنها بتضربه وبتبعد عنه، وبترفض انها تمشي بدونهم. وفي الوقت ده بيقدر ديفيد وكازان يوصلوا الأوضة اللي هم فيها، وبيقف ديفيد قدام كوينتون وبيتحداه. فبيحاول كوينتون ان هو يخوفهم ويقول لهم ان هي لما تخطط حدودها معاه ماتت على طول، فبيستنتجوا ان هو اللي قتلها، وبيتصدموا. وبيبدأ كوينتون يضرب ديفيد، وبعدها بيفتح المكعب اللي تحتهم وبيرمي فيه ديفيد. بيستغربوا لما بيلاقوا ديفيد بيضحك، وبيدخلوا عنده وبيبان ان جثة رين هناك موجودة،
وده لأنهم سابوا الجثة في غرفة بعيدة جدا عن المكان ده، وبيستنتجوا إن الغرف بتتحرك من أماكنها وإن ده سبب الصوت العالي اللي بيسمعوه. تبدأ ليفن تركز في الأرقام وبتكتشف إنها مش بس بتدل على مكانهم في المكعب، ولكنها كمان بتقدر تحدد هما بيتحركوا فين وهيوصلوا لحافة المكعب امتى، ولكنها بتبقى حسبة معقدة ومحتاجة وقت طويل. وبتفتكر الأوضة اللي دخلوها قبل كده واللي كانت الإحداثيات بتاعتها بتقول إنهم خارج المكعب، وبتستنتج إنها عبارة عن جسر، ولو قدروا يوصلوا لها وفضلوا جواها لحد ما تلف دورة كاملة وترجع كأنها وقتها بس هي عند المخرج. وبيقرروا إنهم يدوروا على الغرفة دي بسرعة قبل ما الغرف ترجع تتحرك من تاني. وبترجع ليفن تركز في الأرقام وبتكتشف إن الغرف اللي فيها فخ مش اللي بتتكون من الأرقام الأولية، ولكن اللي بتتكون من أسس الأرقام الأولية. وبتكون المشكلة هي دي الأرقام صعبة جدا وهتحتاج وقت طويل عشان يقدروا يحددوا إذا كان فيها فخ ولا لأ. وفجأة بيبدأ كذا يتكلم وبيقدر يحسب الأسس وبمنتهى السهولة، وبيكتشفوا إنه عبقري في الرياضيات وإنهم لو كانوا تخلوا عنه عمرهم ما يقدروا يخرجوا من المتاهة دي أبدا. وبيقدر إنه يساعدهم في حل الألغاز دي. وأثناء ما هما بيتحركوا بين الغرف وبيحاول ديفيد إنه يقفل المخرج على كوينتين علشان يخلصوا منه، لكن كوينتن بيقدر يفلت منه وبيبدأ يجري وراهم وبيكون عايز ينتقم من ديفيد، لكن ديفيد بيحضر له فخ وبيكون فتح المخرج اللي في أرضية المكعب، فبيقع كوينتن وبيموت. وبيفرحوا التلاتة إنهم قدروا يتخلصوا منه وبيرجعوا يكملوا بحثهم عن غرفة الجسر. وبيوصلوا لغرفة معينة وبتلاقي ليفين جزء من إزازة النضارة بتاعتها، فبتستنتج إن دي الأوضة اللي بدأوا منها، وبناء على حساباتها بيكون فاضل لهم أوضة واحدة بس ويوصلوا لغرفة الجسر. وفعلا بيوصلوا الأوضة اللي بتمثل الجسر لما بيفتح والمخرج بتاعها بيلاقوا ضوء ابيض قوي قدامهم، فبيستنتجوا ان خلاص خطتهم نجحت وبيفرحوا. ولكن المفاجأة ان ديفيد بيكون رافض انه يخرج وبيقول انه ما عندوش اي سبب يخليه يخرج للعالم اللي مليان غباء ده. وفجأة بتنطعن ليفين من ظهرها وبتموت، وبيكتشفوا ان كنت هو اللي قتلها، وبيتصدموا لما بيعرفوا انه لسه عايش. وبعدها بيقرب من ديفيد وبيطعنه هو كمان، وبيكون كذا مرعوب من اللي بيحصل وبيقدر انه يمشي في اتجاه الضوء الابيض. وبيحاول كنت انه يخرج وراه، ولكن المخرج بيتقفل عليه فجأة علشان الأوضة هتتحرك، فبيقفل على جسمه. وبكده يكون كذا هو الوحيد اللي قدر يخرج ويحل اللغز ويخرج سليم من المتاهة. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد.